ما بتعرفيش تلزقي الأحجار الكبيرة والاسترسات والفصوص الكبيرة ودايما بيجيلك منها مشاكل إنها بتطبق في شعر الكلاينت أو بتقع وما بتكملش. تعالي أقولك، تعالي أعرفك الطريقة المظبوطة اللي هتخلي الفصوص الكبيرة والأحجار والألعاب وكل حاجة بتتحط على الضوافر تقعد مع الكلاينت بتاعتك للريفيل. هنا كنت بدور على الألعاب اللي أحجامها كبيرة عشان خاطر تبقي عارفة تتعاملي معاها ازاي وتلزقيها ازاي. أنا هنا طلعت كذا لعبة وبرضو هشوف أكبر واحدة فيهم وهنعمل بيها الفيديو النهاردة. الفصوص الكبيرة والألعاب الكبيرة دي بيكون ليها طريقة خاصة جدا للزق، عشان احنا مش بس بنلزقها لمجرد اللزق، احنا بنبقى عايزين نثبتها وفي نفس الوقت ما تشبكش في شعر الكلاينت أو تعورهم. الجلودة حلو جدا وكل حاجة، بس ليه استخداماته، وما ينفعش مع الأحجار الكبيرة أو الفصوص الكبيرة أو الفراشات أو الرسومات والحاجات ال 3D. هوريكم دلوقتي ما ينفعش ليه نستخدم الجلودة مع الألعاب والفصوص والحاجات اللي حجمها كبير. هنا كنت بظبط الفرشة بتاعتي عشان خاطر اخد نقطة بسيطة جدا زي ما انتم شايفين كده، وبحطها على المكان اللي انا احط فيه الاسترس او اللعبة ال 3D بتاعتي او الفراشة او ايا كان. مش هكتر، هو مكان ما انا هحط اللعبة بتاعتي فقط لا غير. هنا انا كنت بعملها على شكل دائري لان انا الفراشة اللي اخترتها كبيرة شوية وفيها الماظ وتقيلة زي ما انتم شايفين كده. مسكتها بالقلم السيليكون المخصوص للفصوص والاسترسات، الحاجات دي مش بتتمسك بالايد يا بنات. حطيتها زي ما انتم شايفين وهنشفها في اليو في، وبعد ما طلعت مفيش بزقها بايدي كده اتكسرت. طبعا كده ما ينفعش. طيب ايه الطريقة الصح اللي نقدر نثبت بيها ألعاب 3D وأحجار وفصوص كبيرة؟ هو الهارد جل الشفاف. بنحط كمية مناسبة جدا بحيث ان احنا نغرز اللعبة بتاعتنا جوه الهارد جل الشفاف، وبعدين بنشفها في اليو في. بصوا بعد ما خرجت ثبات ولا اروع ولا اي حاجة. انا هوريكم دلوقتي مش هتتحرك من مكانها، استحالة، قوية جدا جدا. لو استفدتي من الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة.